بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لمتني رقات جيشتنا كتابي قول الصحابي ويا متنك ما مدنيم قول الصحابي لقول الصحابي كاك حجية قول الصحابي. وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على قول الجديد وفي القديم حجة. إمام جويني بوندا كوتاي بهنا على مسألة قول الصحابي. وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على قول الجديد. قول الجديد يعني قول إمام الشافعي رحمة الله عليه. وفي القديم حجة يعني إمام الشافعي لقول الجديد ده دليتن قول الصحابة حجة لقول القديم يجري حجة أون ده يقولتها زاري أما بيشي أو بين برين حجة ديسا مناقشة وكان حجة بمعنى تسدي حجة بمعنى أو دين نصك دبت مصدري تشريع حلالي في حرام دبي حرامي في حلال دبي ونيا نصي في نسخ دبي تخصيصي في عامي في تخصيص دبي مطلقي في مقيد دبي همو اواني في ذكري تعارض ترجيح في اقلاد ذكرته همو اواني في ذكري قول الصحابه او في ذكري وكب سياره بداي صحابك لخور دتواني حلالك حرامك وحرامك حلال بك دتواني نسخ بك يعني اقل ما بوما نايا شموليه خوي بس حجة ما كدو تيجيشتن ما له حجة ابو لازم حجة بس ده كتاب والسنة من غير الكتاب والسنة ليس يشتك حجتني ونيا حجة بوما نايا حلال له حرام كا حرام له حرام حلال بك بوما نايا حدد له تثبيت بكاتن ناتواني بدين حجته استاكا دين همو مذهبه كان ده انه زين داخل دليل الشانسيه قول الصحابي لقد اتفق جمهور أئمة المسلمين وعلمائهم على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عدول. جمهور مسلمين لا أما لا بس جمهور أئمة المسلمين لبر أوي همانا مخالف همانا شيعة كان من هنا هندق لمعتزلة من هي هندق لخوارج من هي هندق لعقلانية كان معاصر من هي طعن لعدالة الصحابة ددا ونيا بلام كمدرا جمهور أئمة يعني الأكثرية أئمة إيمان داران لسر أون كهاولاني بيغمبري خوا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام هاولا كان رضا ورحمة خوان لبي عدل شهادان لي قبول ذكري لا ترد شهادتي شهادان ردنا كريتو شهادان لسارش تكدا قبولا ولا يطعن في رواياتهم متى ثبتت عنهم هر كاتك اوان قوتيان قال عليه الصلاة والسلام كواتا قال عليه الصلاة والسلام رواياتيان ثابتة ما دام قيشت الصحابة دروناك درو بدأي بيغمبري خواناك عليه الصلاة والسلام ما دام قيشت الصحابة او قول الراجح ائمة ايمان دارانو فهمي صحيحة ضرورة الدين جواد خوازي لقر اوي كوا آتمان هن خواهي قول ليان راضي بوا رضامنديش بوما نادي عادل رضي الله عنهم ورضوا عنه بوما نادي عادل بوما نانا قوليان حجة بي عادل دروناكن ايمان دارن فاسقنين باشا ما دام وايا هر كاتك صحابة قوتي قال عليه الصلاة والسلام كواتا قال عليه الصلاة والسلام كأنما عليه الصلاة والسلام بخوي لما ندرسك ويقوتيا ما دام صحابك ويقوت أما قول الصحابي تيا وما نقل إلينا عن أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من فتوى يجيك للصحابة كان كلوما نقل بوا فتواك باشا أو قضاء يأخذ قضاوات يجتي في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يحصل عليها إجماع الصحابة تماشي لحادثة لو من هاتيا
نآياتي لسرا نحديث لسرا نصحابش بكو دنگ بوون لسري يك دنگ بوون لسري بێدەنجیان تێدا کرد بیان یەکێک لە سەحابەکان وەکو ئیمامی ئەبوبەکر هەستەوە قسەیەک بکە قەزاوەتێک بکاتن ئەیم قسە دین و ئەنا حەی ئەوە کاتێش هەموو لێ بێدەنگ بن ئەو ئیجماعی سکوتیە کە ئەوان لێ بێدەنگ باشە بەڵام لێرەدا سەحابەیە قسەک دەکاتن لە مەجلیسێک نەگەیشتە سەحابەکانی تر کە دەگاتەوە مە لۆمە دێتن ئەو بە ئیجماعی سکوتی لە قەڵەم نادرێتن لە عەسری سەحابەی هەرچەندە مە قسەمان لەسەر حجەتی ئیجماع و نەوعیەتی ئیجماعیش کرد باشا إجماع أجر استناد نبو لو دليلك حجدني قوتمان وفي حجيتي لسر حجيتي قول صحابي بابين سبكين قبل أن نذكر الخلاف في حجية قول الصحابي لابد من تحرير محل النزاع في المسألة بيشي أوي بين باسي حجيتي قول الصحابة بكين دبي بزاين تشيشة كمان لتشي دايا لبرسي خلاف دروز بوا بزاين تشيشة تيا أو زبزاين داخوا خلاف تيا لا خلاف بين العلماء أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي مجتهد آخر. هذا الصحابي اجتهادي كرت حجني لس الصحابي يجتر. وهم علماء ودرين. حجني صحابي اجتهادي كرت. قولي ويحجني لس الصحابي يجتر كمجتهدا. باشا هو قولي هموانا. وكذلك لا خلاف أن قوله ليس بحجة إذا ظهر رجوعه عن ذلك القول. اگر پاشا قسيش بو لقسكي خوي ديسان هيच حجتك لسقسيوي نامينه قيمة الوقسكي نامينه ما دام پاشا قس بو او خالفه في غيره من الصحابة ياخذ خلافي غير خوي كردي للصحابة قسيتي كردي بلام صحابيك بخلافي قسي كردي قسي كسي انا بتحج لهما دايب زين داخو شان يعني دليل يعني هي باشا وإذا قال الصحابي قولا ثم انتشر بين بقية الصحابة ولم ينكره أحد فهذه حجة لمن قال بأن إجماع السكوت حجة. أجا الصحابة قسيتي كرت بلا بولنا هم الصحابة كان كسش إنكاري نكر أو كسيدري إجماع السكوت حجته أو لا يوان حجته. باشا فينحصر كواتا محل نزاع من بوت ينحصر محل النزاع في قول الصحابي قول الصحابي لو ماندي فيما للرأي في مجالي أوي هيك الرأي خوي بخاتنا وقسكا قسي خوي بي ولم يشتهر بلا يجنبي لنا الصحابة وليس مما تعم به البلوى ولو اشتانا جنية كوا خلق زور ضرور بي بيستي بي روجانا بيستي بي ولم يعرف له مخالف وكسج مخالفين كرديا ولا رجوع عنه ومراجعة نكردي يعني زور كرت ما كردو قولي صحابي اگه صحابك مخالفي صحابي كذبوا حجدني اگه بلا بولنا وهموان او لو بابي دستدري اگه بخوي باشا قزبوا او ديسا حجني اگر مخالفيه تشتري كذبوا ديسا حجني يعني ما هو قولي صحابي لمجال مساله كمجال الراي تيدايا بلا يجنبوا يتولنا وصحابه كان باشا قز يجنبوا يتوا يزل الصحابه كان مخالفين ابوين آية أو قولها حجة لسرمانيانا بابي المذهب الأول مذهبي كم دري أن قول الصحابي حجة مطلقا هر مادم صحابة قصة كرت قصة كان حجة تسكيل بلاش قصة ناكن دري إلا دبي جيان ليبي أي من غير تقييد ببعض الصحابة ولا بمخالفة القياس نار فلان صحابة قولي حجة فلان حجة دنيا وميز علاقة من بقياسيوني وهو مذهب الإمام مالك وهو قصي إمام مالك والشافعي في القديم قصي إمام شافعي شل قديم وكتاز إمام جويني باسك الدنيا وأنكر ابن القيم أن يكون للشافعي قولا جديدا غيره إمام ابن القيم إمام الشافعي هل أو قصي هبوا بلام إمام ابن القيم بخوي مجتهد لمذهب إمام أحمد أو وكو إمام جويني شارزاي الرأي إمام الشافعي نيا إمام الشافعي مجتهد لمذهب إمام الشافعي أو شارزاترا لقول إمام الشافعي باشا إمام جويني شارزاترا لإمام ابن القيم لأقوال كان إمام الشافعي قول إمام جويني ورد جيرة لو مسألة نقي إمام ابن القيم قول جيد وهو قول الذي ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك
درتن لو ده بدليل صدره لبر أو قوليه كإمام الشافعي باس كردي لكتابة كاختلافه مع المالك وهو من كتبه الجديدة أو لكتابة نويكاينت كما ذكره العلائي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأويتش كذا الرواية كان إمام أحمد كذا قول الصحابة حجته وأكثر الحنفية زربي حنفية كان جودرين ونسب هذا القول السرخسي للحنفية وهو أكثر المالكية والحنابلة واختاره من الحنابلة قاضي أبو يعلى وابن القيم وانتصر له في كتاب إعلام الموقعين وكثير من الشافعية. إمام ابن القيم يقلوانيه كدري قول الصحابة حجته دري الصحابة لأخو راقصيناك فتوى نادا إلا دليل يشي ها باشا. المذهب الثاني مذهب دومان أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا. قول الصحابة حجة بمطلقي وهو رواية الثاني عن أحمد رواية دوما لا إمام أحمد وأومأ إليه في رواية أبي داود زيادة الرأي له أويت سوك حجة النبي وهو مشهور عن الشافعية لا الشافعية كان قول مشهور وأنه قول الشافعي في الجديد وهو قول أكثر اتباعه قول زربي اتباع كانت كالغزالي والآمدي وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة ورجح هذا القول ابن الحاجب فقال مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا والمختار ولا على غيرهم. مذهب السيمان إنه حجة إذا خالف القياس حجة مخالفة قياسك وبه قال الغزالي في المنقول وابن برهان في الوجيز وقال ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه وذكر لهذا أمثلة فقهية. مذهب سارمان إنه حجة إذا انضم إليه القياس سيم دقوا أجا مخالفة قياس بك بلان مذهب سارم دريتن أجا قياس لقريبيت أو ذا أي أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس. مذهب بينجمان أنه حجة في قول خلفاء الأربع بس خليفة ساركا قول حجتا نق أوان بدليل وهو مذهب بعض العلماء قال لحديث عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين الهاديين لفظ إمام الشوكاني رواية كردية دري بدليل أوي عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين الهاديين باش رد ما سبيله أو حديثي يستدين السري. مذهبي ششام أن قول أبي بكر وعمر حجة فقط دون غيرهما. قول عمر وأبو بكر حجة نق أو كاينتر بدليل لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر اقتداء بودوي بكر. مذهبي حفتمان أنه حجة إذا كان معه خبر مرسل هذا حديث سيتي مرسل ما نهبو حجة قولك إلى قريب. مذهبي ششم أنه حجة إذا كان الصحابي من أهل الفتوى أهل فتوابه وبه قال بعض الحنفية. والراجح ترجيح ما نسي لسر أو مسألة الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم ينتشر لا يكون ملزما لأمور ملزمنين بقول صحابيك حجتك نية لسرمان لبرتي لبر أو هو يعني بدليل يا كم أن الله لم يثبت العصمة لغير نبيه لم يثبت العصمة لغير نبي خواي قورة عصمتي تنهى دايت بيغنبري خوا تنهى بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام غلطناك أجر غلط بك لعاسمان ولو يراز ذكريته عبس وتولى لما تحرم ما أحل الله ونيا أو أنا لأسمان ولو يراز ذكريته بلام غيري بيغنبر لو يراز ناكريته كل بني آدم من خطأ ونيا معصومين وقد أرسل إلينا رسولا واحدا يلزمنا اتباعه ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله واجب الاتباع لجعلناه كالرسول وهذا لا يصح. أجر قوتمان قولي عن حجة كواتا أوان من قاعد مرتبي بيغنبران كأوشياء الرازنية ويا أويك. الأمر الثاني أن ما استدل به من يرى حجية لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابة وإنما غالب أدلتهم نصوص في بيان فضلهم وعظم قدرتهم وهذا لا شك فيه كما سبق.
دري أن ما استدل به من يرى حجيته لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابي أو كساني كدلين بو دليلانا بو حديثانا قولي وانا حجة لسرما بحديثي صريح لأنينا بيمان بري قول فلان صحابي حجة لسرتان بلكو باسي فضلي كرديا ياخد باسي شتيتي كده كتفسيري تريها مثلا عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين الهاديين عليكم بسنتي سنتي اقتداء كان بسنة من عليه الصلاة والسلام وهذا فرموها وبسنة خلفاء الراشدين وما هو سنة خلفاء الراشدين اقتداء الكتاب والسنة ونيا يعني عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين الذين اتبعوا الكتاب والسنة أو ما ناكيتي ونيا أجر نبي لبرس بيريش نقل عمر كوري خطاب هردستوا كاتك وتحديد مهر دكاتن دارت المهر نابي لون دي زياتر بي بيريش هردستوا دري وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شيئا قنطار بنكرها تكون تحديدي دكي برشمان دبتوا ونيا اگر قولي حجة بايا هني بيريشن دي قلت توا قولي وش حجة ديارة قولي وي أو آتي تخصيص كر الضرورات تبيح المحظورات هو ضرورات حديثي دوما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر اقتداء كان أبو بكر وعمر بماذا نقتدي بهم؟ باقتدائهم للكتاب والسنة بأخذهم من الكتاب والسنة ونيا اقتداء بكتاب والسنة كيان اقتداء كردي بكتاب والسنة ايوه شو اقتداء بيبكم الأمر الثالث أن القول بحجية قول الصحابي قول مضطرب أو كساندر قول الصحابي حجته قول كان اضطراب تدا اللي يجزوري تدا بس فطائفة ترى قول الجميع الصحابة حجة عندك درن هم الصحابة قولها حجته وطائفة ترى قول الفقهاء عندك عندنا بس فقهاء كان عندك عندنا تخصوا الخلفاء الأربع عندك عندنا تخصوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وهذا الاضطراب دليل على أنه ليس هناك دليل واضح جلي يلزم الأخذ بأقوالهم رضي الله عنهم. الأمر الرابع أن الصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم. صحابي إنكاريا للتابعية كان نذكر أجا مخالفي خوان بكرابايا بلا ما أجا مخالفي نص بكرابايا إنكاريا ذكر أشد الإنكار ونيا بلا ما أجا الرأي خوان تابعية مخالفي بكرابايا طبيعي بو تهو مخالفي من ذاك بابك بلا مخالفي كتاب والسنة نا صحابة غير من لسر أو مسألة نادى يجلس سريان تيبر إلا بزواب دهات للسريان. الأمر الخامس أن الصحابة يختلفون في أقوالهم في بعض المسائل فكيف يكون قول كل واحد منهم حجة وهم مختلفون. صحابة بخوان اختلافيان هبوا يجب بخوان اختلافيان هبوا كو أما قولي أو مختلفان بكنا حجة للسرخو ما كبخوان اختلافيان هبوا. الأمر السادس نجد الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خالفوا قول الصحابي في مسائل ولم يروا الإلزام بقول الصحابيين فيها. أو صار إمامي كام جو كردي تانا صار مجتهدي مطلق لمذهب أهل السنة أو صار بخوان مخالفة قول الصحابة عن كرديا يكو أم جو مادام أما مخالفة قول الصحابة عن كرديا أسأل السمي إلزام ده كان ونيا كواتا لا حجة في قولهم والله أعلم لبر أو اختلاف دروز بوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.